السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في خامس محاضرة من محاضرات كورس ديكوباج مجاني مع رضوى حمدي. بعتذر معلش تعبانة شوية. النهاردة هنبدأ ان احنا نشتغل على الشموع من الديكوباج. افضل شيء للديكوباج على الشموع بيبقى المناديل، لان الطبق بتبقى رقيقة ف بتدي تأثير او بتدي نتيجة افضل من اي نتيجة تاني. دلوقتي يعني بعد الكام محاضرة اللي احنا اخدناهم خلاص عرفنا ممكن نجيب مناديل منين، سواء مناديل احترافية او مناديل اعياد ميلاد او احتفالات. فيعني خلاص عرفنا بقى ممكن نجيب منين. دلوقتي انا هتبع الطريقة العادية ان احنا بنشيل الطبقات البيضة من المنديل، وهنستخدم الطبقة اللي مرسوم عليها الرسمة. ومعايا ده ورق زبدة بتاع المطبخ عادي، ومعايا سشوار. دي الطريقة الأولى اللي احنا هنستخدمها مع بعض. هنستخدم كذا طريقة وهنقارن ما بين الطرق اللي احنا استخدمناها في الديكوباج على الشمع، وهنشوف ايه أنسب طريقة وايه أفضل نتيجة نوصل لها بالطرق اللي احنا هنستخدمها. هنا جبت ورق الزبدة بتاع المطبخ عادي، وهجيب السشوار على درجة حرارة وسط، مش عالية قوي، يعني درجة الحرارة ما تكونش سخنة قوي ولا درجة الحرارة منخفضة بحيث ان هي تبقى باردة. لا، احنا عايزين درجة حرارة وسط بحيث ان هي برضو ما تلسعناش، لان هتشوفوا انا هستخدم ازاي السشوار دلوقتي. خلي بالكم لازم يكون ورق الزبدة مشدود جدا، مشدود على الشمعة، بحيث ان ما يبقاش فيها اي فراغات تخلي شكل المنديل فيه تكسير كرمشة. فلازم ورق الزبدة يكون ملفوف كويس جدا على الشمع، وبمسكه من ورا كويس. لو حسيت ان في سخونة او كده، او ايدي مش قادرة تتحمل سخونة السشوار، ممكن استخدم اي فوطة او اي منديل زي كده. دلوقتي انا استخدمت فوطة بحيث اني اعزل ايدي عن الحرارة بتاعت السشوار. هبدأ ان انا ما صلش السشوار بشكل مباشر او يعني مش مستمر قوي، لا يعني اشتغل شوية بالسشوار وابعده شوية، اشتغل شوية بالسشوار وابعده شوية، لغاية لو تلاحظوا ان اللون بتاع الوردة بدأ يبقى غامق شوية او يبقى زاهي. وكل شوية ابدأ ان انا اعمل بايدي او بمنديل اساوي السطح شوية، لان ده شمع يعني اكيد هيسيح. هو احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنسيح الطبقة الاولانية من الشمع بحيث ان هي تتغلغل المنديل، فيبان ان المنديل والشمعة يعني سطح واحد. فهو ده السبب لاستخدامنا السشوار الحراري. اللون هنا بدأ ان هو يغمق معايا، معنى كده ان الشمع بدأ يسيح شوية، وبدأ ان هو المنديل يمتصه. فبالتالي يعني بعد ما نشيل الورقة الزبدة هنحس ان في كده طبقة خفيفة خالص خالص على المنديل من الشمع. لو حسيت ان الشمعة معايا السطح بتاعها بقى معوج من الحرارة، ممكن استخدم الطريقة دي بحيث ان انا ارجع الشمعة اسطوانية تاني. يعني انا دلوقتي بحاول ان انا اوريكم كل الاخطاء اللي ممكن تواجهكم او ممكن تقابلوها. ما تقولوش لا الشمعة باظت مني، اتعوجت، ده جزء كبير منها ساح. لا، احنا نتفادى موضوع السيحان ده، ان احنا ما نصلش السشوار باستمرار على الشمعة، نبعده كل شوية. ولو حسينا مثلا ان في حاجه اتعوجت او حاجه دخلت لجوه كده في الشمعة، نبدا ان احنا نعمل الحركه دي بحيث ان احنا نرجع الشمعة بشكل اسطواني زي كده. طبعا انا بستخدم السطح اللي قدامي سطح نظيف، بحيث اني لما اعمل الحركه دي من غير ورق الزبده الشمع بتاعي يكون نظيف، ما يبقاش فيه اي حاجه مش نظيفه. هنا دي كانت النتيجة بتاعت السشوار الحراري. نتيجة ممتازة جدا، كأن الوردة معمولة في الشمع نفسه. الطريقة التانية دي كانت طريقة المكوى، انا دلوقتي هبينها لكم، بس الفيديو للأسف اتمسح وانا بعمل المونتاج، فصورت لكم طريقة المكوى بس على شمعة تاني. يعني اللي مش متاح عنده سشوار حراري ممكن نستخدم المكوى على درجة حرارة وسط، مش عالية برضو ولا منخفضة، لا نخليها وسط. وبنفس الطريقة نستخدم الطبقة المتلونة من المنديل، ومعانا برضو ورق الزبدة، ونفرد كويس المنديل عندي على الشمعة كويس
بحيث ان ما يبقاش فيها اي كرمشه ولا اي تنايات. وبعد كده هبدا اني احط ورق الزبده على الرسمه برضو، وامسك كويس جدا واشد ورق الزبده على الشمع كويس، بحيث ان ما يبقاش في مسافه ما بينه وما بين الشمعه. زي ما عملنا بالاستشوار الحراري، كنت بحط شويه بالمكوى على الشمعة ومش بدوس قوي، يعني يا دوب بس المكوى ملامسة للشمعة، مش بضغط قوي علشان برضو ما ضغطش الشمعة ولا ابوظ شكلها. كنت بضغط شوية وبعد كده اتنقل لناحية تانية، اضغط شوية صغيرين واتنقل لناحية تانية، وكل شوية برضو بحاول اني استخدم ايدي علشان اساوي السطح كويس، بحيث ان برضو زي ما عملنا في السشوار الحراري كل شوية كنا بنستخدم المنديل او ايدينا بان احنا نفرد المنديل كويس من تحت وما يبقاش فيه اي كشكشة، ونوزع الشمع السايح من تحت ورقة الزبدة كويس، بحيث اني ما يبقاش في المنديل برضو اي كرمشة ويبان معايا شكل السطح كويس. ودي كانت نتيجة السشوار الحراري والمكوى. النتيجتين يعني قريبين شوية من بعض، ما يعني مش اي حد يلاحظ الاختلاف اللي بينهم، لكن النتيجتين كويسين جدا. هنشوف الطريقة الثالثة معانا. هنا جبنا شمعة عادية بحيث ان هي تكون نفس لون الشمعة اللي احنا هنستخدمها او ان احنا هنلزق عليها الديكوباج. وهجيب برضو اول طبقة من طبقات المنديل اللي هي الطبقة المتلونة اللي احنا خلاص اتعودنا عليها ان هي اللي دي بنستخدمها في الديكوباج على طول، وفرشة، واخد من الشمع السايح وابدأ ان من المنتصف اخد كده بالفرشة من المنتصف للخارج كأني بعمل ديكوباج عادي بغير الديكوباج، بس بدل ما بستخدم غيرها هنا انا بستخدم الشمع السايح. دي طريقة من الطرق في ناس بتتبعها، وهنشوف بعد ما تنشف هيبقى ايه الفرق ما بينها وما بين الطريقة الاولانية والطريقة التانية، وانتوا اللي هتحكموا هتشوفوا ايه الطريقة الانسب ليكوا والاريح لعينيكوا وايه الطريقة الاسهل ليكوا. ممكن الطريقة دي تناسب حد، ممكن تعملوا مرة واحدة او يعني طبقة واحدة بس كده من المنديل، ما تفضلوش تعيدوا وتزيدوا بالشمع. بس يعني للأسف الطريقة دي بيبقى فيه تكتلات من الشمع على المنديل، فالشكل النهائي مش بيبقى قد كده، يعني مش بيبقى زي الطريقة الأولى والتانية. هنا الطريقة التالتة خلصت معانا، وبوضح لكم الفرق ما بين الطريقة التالتة والطريقة اللي قبل كده. لو ملاحظين ان فيها كأنها طبقة شمع باينة على المنديل بتاعنا. الطريقة الرابعة هتكون الطريقة العادية بتاعة الديكوباج اللي هي عن طريق الغيرة بتاع الديكوباج او الورنيش المائي كبديل لغيرة الديكوباج. هنجيب قطعة المنديل وهنبدأ ان احنا برضو من المنتصف للخارج بالفرشة هنبدأ ان احنا نوزع غيرة الديكوباج او الورنيش المائي على قطعة المنديل بتاعتنا. وطريقة عادية، الطريقة العادية اللي احنا تعودنا عليها من اول محاضرة، وهنسيبها تنشف تماما. وفي الاخر برضو هنشوف الفرق ما بين الطرق الاربعة، يعني كأنها 3 لان الطريقة الاولى والتانية نفس النتيجة تقريبا. الطريقة التالتة والطريقة الرابعة هما المختلفين او النتيجة بتاعتهم هتبقى مختلفة عن الباقي. هنا هنشوف بقى الطرق اللي احنا استخدمناها. دي كانت اول طريقة بالورنيش قصدي السشوار الحراري. انا شايفة ان هي نتيجة هايلة ممتازة. والنتيجة التانية بتاعة المكوى برضو ممتازة كويسة جدا، بس لازم تكون ايدينا خفيفة زي ما قلنا، لازم تكون ايدينا خفيفة جدا على المكوى، ما نضغطش، احنا مش بنكوي يعني، احنا بس بنلامس الحرارة بتاعة المكوى للسطح بتاع ورقة الزبدة، بحيث ان اول طبقة خفيفة خالص من الشمع هي اللي تسيح. دي كانت تالت طريقة بتاعة تسييح الشمع او استخدام الشمع السايح بالفرشة. ما عجبتنيش بصراحة وعدلتها باني استخدمت ورقة الزبدة تاني وعملت بالسشوار علشان اعالج اللي حصل هنا. مش عارفة لو ملاحظين ولا لا، انا شايفة بعيني طبقة المنديل، يعني انا شايفة بعيني ان ده منديل لازق، انا مش شايفاه كأنه قطعة من الشمع. فبرضو عالجت الموضوع باني استخدمت برضو ورقة الزبدة والسشوار او المكوى. هنا زي ما انتوا شايفين ده كان نتيجة الديكوباج بالغرة. لو ملاحظين ان في ورق باين، يعني انا عيني شايفة ان ده ورق ملزوق، فبرضو عالجت الموضوع ده باستخدام ورقة الزبدة والسشوار.